هي بتقول إن ده نظام اقتصادي جديد تماماً، نظام بيتعامل مع كل تفصيلة في حياتنا وتجربة الإنسانية على إنها مادة خام مجانية زي البترول زمان كده. بيستخرجوا البيانات دي عشان يتنبئوا بسلوكنا وبعدين يبيعوا التنبؤات دي. جوجل تحديداً بتقول إنها نقطة الصفر لكل ده، بس ليه جوجل بالذات؟ يعني إيه اللي حصل جوه الشركة دي خلاها هي اللي تخترع الفكرة دي؟ كتير مننا حس قبل كده إن الموبايل بتاعه فهمه زيادة عن اللزوم، أو إن الإعلانات اللي بتظهر له دي كأنها بتقرأ أفكاره بالظبط. طيب، الشعور ده مش صدفة على فكرة، وراه نظام اقتصادي كامل غير شكل العالم اللي نعرفه. في الشرح ده هنرجع للمصادر عشان نفهم إزاي اكتشاف حصل بالصدفة بقى هو المحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي كله. الصورة دي بتلخص الإحساس ده تماماً. كاميرات مراقبة وعليها لوجوهات أشهر منصات السوشيال ميديا. الموضوع مش مجرد إحساس بالقلق، لأ، دي حقيقة ظاهرة اقتصادية جديدة مبنية على مراقبة سلوكنا كلنا. طب إيه هو الاسم العلمي للظاهرة دي؟ الباحثة شوشانا زوبوف لخصت القصة كلها في جملة واحدة قوية جدا: الهدف هو برمجتنا. زوبوف هي اللي صاغت المصطلح اللي هنستكشفه مع بعض النهاردة، المصطلح اللي بيوصف القوة الخفية اللي بتشكل حياتنا الرقمية كل يوم. تمام، يلا بينا ندخل في تفاصيل القوة دي. اسمها رأسمالية المراقبة أو Surveillance Capitalism، وده مش مجرد اسم يخضه خلاص، ده منطق اقتصادي جديد بيتعامل مع التجربة الإنسانية، حياتنا ومشاعرنا وأفكارنا، على إنها مادة خام مجانية. التعريف ده هو حجر الأساس في كل اللي هنقوله. ببساطة، رأسمالية المراقبة هي نظام اقتصادي جديد بيستولي على تجاربنا الإنسانية ويعتبرها مادة خام ببلاش. طب بيعمل بيها إيه؟ بيستخدمها في عمليات تجارية خفية محدش فينا شايفها، هدفها استخراج البيانات دي والتنبؤ بتصرفاتنا، وفي الآخر بيع التنبؤات دي. فالموضوع مش مجرد تكنولوجيا متطورة، لكنه نموذج بيزنس محدد جدا بدأ في سيليكون فالي وانتشر في العالم كله. النقطة المهمة قوي هنا إن الموضوع ده ما كانش نتيجة حتمية للتكنولوجيا، بالعكس تماما، ده كان اختراع اتولد نتيجة أزمة مالية كانت هتوقع شركة معينة. يلا نرجع بالزمن شوية ونشوف القصة بدأت إزاي. القصة بدأت حوالي سنة 2001 مع انهيار فقاعة الدوت كوم. شركة جوجل اللي كانت لسه بتكبر وقتها واجهت أزمة مالية طاحنة، والمستثمرين كانوا هيهربوا منها. تحت الضغط ده جوجل اتخلت عن مبدأها اللي كانت بتعلنه دايما ضد الإعلانات، وبدأت في السر تستخدم حاجة اسمها عوادم البيانات بتاعتنا. يعني إيه؟ يعني كل الآثار الرقمية اللي بنسيبها ورانا من غير ما ناخد بالنا، زي بنبحث عن إيه، بنضغط على إيه، وهكذا. استخدموا البيانات دي عشان يتنبؤوا إحنا ممكن نضغط على أنهي إعلانات بالظبط. العملية السرية دي نجحت نجاح أسطوري، ولما جوجل طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 2004 العالم كله اتفاجئ بحجم الأرباح الخرافية اللي حققتها من ورا السر ده. الرقم ده هو اللي بيوضح كل حاجة. بين سنة 2001 و2004 إيرادات جوجل زادت بنسبة 3590%. النجاح المالي المذهل ده هو اللي رسخ النموذج الاقتصادي ده وخلاه هو الأساس اللي كل الشركات وادي سيليكون قامت عليه بعد كده. طيب إزاي النظام ده بيشتغل بالظبط؟ خلينا نتخيل إنه مصنع ضخم للتنبؤات. هنشوف مع بعض إزاي تجاربنا اليومية البسيطة بتتحول لمنتجات بتتباع وتتشري في السوق. المادة الخام الأساسية للمصنع ده هي حاجة اسمها الفائض السلوكي. ببساطة ده كل البيانات الزيادة عن الحاجة اللي بنسيبها ورانا أونلاين: اللايكات، عمليات البحث، مكاننا فين، كل تفاعل بنعمله. الشركات بتاخد البيانات دي اللي هي أكتر بكتير من اللي محتاجينه عشان يحسنوا خدماتهم، وبيستخدموها كمادة خام مجانية تماماً لتشغيل مصنع التنبؤات بتاعهم. الرسم التوضيحي اللي قدامنا ده هو الخريطة اللي بتشرح إزاي المصنع ده شغال. بيورينا الأربع مراحل اللي بتحول تجاربنا الإنسانية لأرباح. يلا نشوف كل مرحلة بالتفصيل. الموضوع بيمشي ازاي؟ أول حاجة المادة الخام، سلوكنا أونلاين بيتحول لبيانات وده بيخلق الفائض السلوكي اللي اتكلمنا عنه. تاني حاجة المصنع، هنا بقى ذكاء الآلة أو الخوارزميات بتشتغل على الفائض ده عشان تطلع منه أنماط خفية، حاجات احنا نفسنا ما نعرفهاش عن نفسنا، دي هي وسائل الإنتاج الجديدة. تالت حاجة المنتج، المصنع بيطلع منتجات تنبؤية، يعني توقعات دقيقة جدا للي احنا هنعمله دلوقتي كمان شوية أو حتى بعدين. رابعا وأخيرا السوق، المنتجات دي بتتباع لعملاء تانيين في حاجة اسمها أسواق العقود السلوكية الآجلة، ودي ببساطة سوق الشركات بتشتري فيه التنبؤات دي عشان تراهن على سلوكنا المستقبلي وتحاول تأثر عليه. بس الموضوع ما توقفش عند مجرد التنبؤ بسلوكنا، لا، النظام ده اتطور لمرحلة أخطر بكتير، مرحلة تشكيل وتوجيه سلوكنا بشكل فعال عشان يضمن تحقيق نتائج تجارية هو عايزها. النقلة دي حاسمة جدا.
في الأول كان الهدف هو اقتصاديات النطاق، يعني تجميع أكبر كمية متنوعة من البيانات عشان يتنبأوا بشكل أفضل. لكن دلوقتي الهدف بقى اقتصاديات الفعل، يعني التدخل المباشر عشان يوجهونا ويوظفوا سلوكنا لتحقيق نتيجة مرغوبة ومضمونة. ده الفرق بين إن حد يتوقع إن شخص هيشتري حاجة وبين إنه يخليه يشتريها فعلا في وقت معين وبطريقة معينة. زوبوف بتسمي القوة الجديدة دي السلطة الأداتية أو instrumentarian power، ودي شكل جديد تماما من السلطة، بيعرف سلوكنا وبيقدر يشكله عشان يخدم أهداف ناس تانية. والمهم هنا إنها مش بتشتغل بالقوة أو الإرهاب زي الأنظمة الشمولية القديمة، لكن من خلال البنية التحتية الرقمية نفسها، من خلال التطبيقات والأجهزة اللي في إيدينا. والصورة دي بتوضح الفكرة بشكل ممتاز. دي سلطة آلية بتشتغل من خلال الخوارزميات والأجهزة الذكية المنتشرة في كل مكان حوالينا. هي سلطة غير مرئية لكن تأثيرها عميق جدا، بتقدر تواجه قراراتنا من غير ما نحس إن في حد بيوجهنا أصلا. يمكن أشهر مثال على ده هو لعبة بوكيمون جو. اللعبة دي ما كانتش مجرد تسلية، كانت تجربة ضخمة في توجيه سلوك الناس في العالم الحقيقي. كانت بتوجه اللاعبين لأماكن ومحلات معينة زي مطاعم ومقاهي، كانت بتدفع فلوس عشان تبقى جزء من سوق العقود السلوكية الآجلة بتاع اللعبة. ده مثال حي على اقتصاديات الفعل وهي شغالة. طبعاً نظرية زوبوف مش هي التفسير الوحيد والنهائي، في نقاش أكاديمي كبير حوالين الموضوع ده، وعشان الصورة تبقى كاملة مهم نشوف وجهات النظر المختلفة والانتقادات اللي توجهت لنظريتها. هنا مقارنة سريعة بين نظرية زوبوف ومفهوم تاني اسمه الرأسمالية السلوكية لأندرياس هيرتو. زوبوف بتشوف إن اللي حصل ده طفرة شاذة وغريبة في الرأسمالية اخترعتها جوجل عشان أزمة مالية، أما هيرتو فبيشوفها تطور منطقي وطبيعي للرأسمالية. بيقول إن السلوك البشري كان دايما مادة خام زي في شركات التأمين مثلا، لكن التكنولوجيا الجديدة هي اللي سمحت باستغلاله على نطاق واسع ومخيف. في انتقادات مهمة بتتوجه لنظرية زوبوف نفسها، وبتخلينا نشوف الموضوع من زوايا مختلفة. أول نقد بيقول إن التركيز على كلمة مراقبة ممكن يشتت انتباهنا عن مشاكل تانية خطيرة زي القوة الاحتكارية للمنصات دي أو تحكمها في البنية التحتية للإنترنت كله. نقطة تانية مهمة جدا بتنتقد فكرة التعامل مع بياناتنا على إنها مجرد مادة خام مجانية. النظرة دي بتتجاهل تماما المجهود الذهني والإبداعي اللي احنا كبشر بنعمله عشان ننتج المحتوى والبيانات دي. احنا مش مجرد منجم، احنا اللي بنصنع الذهب. كمان في اللي بيقول إن النظرية ممكن تكون بتبالغ شوية في قدرة الشركات دي على تعديل سلوكنا، والمفارقة هنا إن المبالغة دي بتخدم دعاية شركات التكنولوجيا نفسها اللي بتحب تظهر بمظهر القوة الخارقة اللي بتقدر تتحكم في كل حاجة. في النهاية كل النقاش ده بيوصلنا لأسئلة جوهرية وأساسية عن المعرفة والسلطة. النظام الاقتصادي الجديد ده بيفرض علينا كلنا مواجهة أسئلة عميقة عن مين اللي بيملك المعرفة عننا ومين اللي بيقرر إيه اللي يحصل بالمعرفة دي. زوبوف بتختم تحليلها بالأسئلة دي: مين اللي يعرف؟ مين اللي بيقرر مين يعرف؟ ومين اللي بيقرر مين يقرر؟ الأسئلة دي بتلخص الأزمة اللي بنعيشها. في نظام مبني على تجميع المعرفة عننا لصالح أطراف تانية مش لصالحنا، بتبقى موازين القوة مختلة تماما، وده بيتركنا مع سؤال مفتوح عن شكل مستقبلنا في عالم بتتحكم فيه السلطة الأداتية دي.